أريد سؤال لك أنت فقط. نعم. أنت الآن ما قصرت، جبت لي كلام الأخ كمال الحيدري بأنه يؤمن بأن الأئمة يملكون علم ما كان. مشاهدي الأعزاء انتبهوا، نقل لي الدكتور سعد الرفيعي أنه تحدث مع الأخ كمال الحيدري فأبلغه أنه يؤمن بأن أئمة أهل البيت ال12 بما فيهم الإمام الغائب الحالي يملكون علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال أي واحد يقول أنه كيف يعرف الغيب؟ الغيب معناه أن يعلم من عند نفسه، لكن هؤلاء يعلمون من عند الله، الله علمهم وأطلعهم على ذلك، فأصبح ما عاد غيب لأن ربنا علمهم إياه. ثم استشهد الأخ الدكتور سعد الله ورسوله ورسوله يعني الله ورسوله، يعني الله ورسوله علمهم الغيب هذا، فعرفوا إلى ما هو كان إلى يوم القيامة. لذلك امبارح لما قال كمال الحيدري من تحت العرش إلى ما تحت الثراء متناسق مع نفسه. ثم قرأ الدكتور سعد الرفيعي نصين أو 3 نصوص الإمام علي أنه يعرف كل شيء حتى في المستقبل، ولو قام واحد داعية ب100 شخص يعرف قصته ومين هو وكيف يطلع ومين القادة، ولو قتلوا منهم 10 يعرف مين هم المقتولين إلى يوم القيامة. دلوقتي هذه اللحظة أريد أن أسأل سؤال واحد للدكتور سعد ثم أعود إلى الضيفين للتعليق. دكتور سعد، أنا أريد أعرف أنت حضرتك كضيف معنا، هل أنت مصدق بما قاله كمال الحيدري وما قرأته من نهج البلاغة أم لا؟ يعني النصوص واضحة. مضبوط. أسألك أنت مثلا امبارح قال، أعطيك مثال، أحمد الكاتب أمس قال حتى لو جاءني نص من الأئمة مخالف للقرآن رددته. قال حتى لو جاني من علي بن أبي طالب نص وما اقتنعت به وشفته مخالف القرآن أنا أرده. هو قال كده. أنا أريد أسألك أنت الآن حتى تريد نتناقش معك في بقية البرنامج. نعم. براحتك الآن، أنا أعطيك يعني مجال مرتاح. أنت الآن هل أنت مصدق بكلام كلام الحيدري وبالنصوص التي قالتها للإمام علي أم لا؟ الإمام يتحدى فيها. أنا الإمام عرفته حناقشه. أنا أصدقه. أنت تصدقه أنه يعرف. إذا أنت لكن هذا العلم كيف أنا أفهمه، كيف سأفهمه، كيف وصل إلى ما هي هذه التفاصيل لا يفهمها، لكن هو قال لا هو يعرف علم الغيب هنا. يعني أنا بالنسبة إلى الإمام إذا قال كما يقول الرسول. إذا كلام كمال الحيدري موافق لكلام الإمام. أنا أعتقد هذا كلام الإمام واضح، لا النقاش فيه صحيح. إذا الأئمة يعلمون الغيب. الأئمة يعلمون الغيب. يعلمون لو قامت دعوة ب100 واحد، لو قامت حركة الاتجاه الإسلامي في تونس لا يظهرون، أو حركة الموحدين في المغرب يعرفون من قايم بها، من يموت منها، من كل شيء ظاهرة كما قال سيدنا علي. طيب أنا أنا قبل ما نمضي في النقطة دي بالله يا جماعة تحملوني بس لأن هذه مهم في النقاش، يعني كل واحد ممكن يوصل وجهة نظر مهمة للنقاش. لكن هذا إظهار هذا المعنى. لا هم خلينا نظر، وذلك هو التحمل أنك تعرف كل شيء. لا نحن هل هم يملكون هذا العلم ولا لا؟ أنت تقول يملكونه، إذا يعرفون الغيب بأمر الله وبتعليم رسول الله، بتعليم من الله ورسوله. نعم. أنت مؤمن بهذا؟ يعني هذه بعد أسرار كيف لا نعم. لا بس أنت مؤمن بهذا. أنا مؤمن. وستدافع عن هذا الرأي في النقاش. أيوة ودافع عنه. اتفقنا؟ ودافع عنه. اتفقنا. خلاص والله. توسع فقط حاجة أخيرة فقط. عندما قال سيدنا علي في الرواية أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، أليس في هذه العبارة شيء محير؟ بما أن المفروض بعده إمام وأئمة جيد، فكيف يقول قبل أن تفقدوني؟ إحنا العلم هذا حيمشي عند الحسن. نقطة جيدة أني يعني أنه صحيح، يعني أن لم أفكر بهذا لكن سأفكر فيه على كل حال. يعني العلم تطابق علم الإمام علي مع الإمام الحسن هو يريد ينبه هؤلاء الناس.